السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم العيش الفينو القمر ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. داخلين بقى كده على المدارس وهنحتاجه كل يوم علشان اللانش بوكس وكده، فلازم كلنا نتعلم نعمله بأسهل وأسرع طريقة، وفي الآخر هيطلع معانا بالنتيجة الروعة دي، هش وطري وطعمه تحفة. هجيب معايا طبق احط فيه كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، اما لو في الشتاء فهندفي الميه شويه. معلقه كبيره بقى من الخميره، معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، نص معلقه ملح، ومعلقتين كبار من السكر. لو بتحبوا العيش الفينو مسكر حطوا 3 معالق كبار من السكر. معايا كمان معلقه خل كبيره كده، ومعايا كمان 3 معالق كبار من الزيت. بس كده، مفيش اكتر من كده، وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنزل عندي بنص كيلو من الدقيق، نص كيلو يعني 4 كوبايات بمج الشاي، وهقلبهم بالشكل ده كده لحد العجينة ما تتلم معايا. بعد كده نشيل المعلقة خالص ونبدأ نعجن كويس جدا بإيدينا. عجنوا بقى العجينة كويس جدا علشان تديكوا نتيجة في الآخر مظبوطة. هعجن بقى بالشكل ده كده والم العجينة. حسيت ان العجينة ناشفة شوية فزودتها معلقتين 2 بس من المية، مش اكتر من كده. وعلى حسب كمان نوعية الدقيق عندك، ممكن ما تحتاجيش مية خالص، ممكن هي كوباية المية وخلاص على كده. انا زودت بس معلقتين. وهعجن العجينة بقى، انزلها كده على الرخامة وابدأ اعجن كويس جدا. العجينة بتاعتنا مش طرية ولا بتلزق في الايد خالص، العجينة متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي نفس الوقت بتبقى ناعمة كده. خلاص عجنت كويس، هحط على وشها كده نقطتين زيت بس علشان هغطيها وما تلزقش معايا في الكيس لما تخمر. هسيبها حوالي نص ساعة تخمر معايا بالشكل ده. بعد ما خمرت معايا بعد نص ساعة هبدأ اكور العجينة على قد رغيف العيش اللي انا عايزاه. انا النص كيلو ده هيعمل معايا 18 رغيف فينو. اقطع بقى العجينة زي ما انتم شايفين كده. حاولوا تخلوا كل القطع اللي انتوا بتقطعوها نفس الحجم علشان التسوية وكده. خلصت بقى وقطعت العجينة بالشكل ده. غطيها بكيس كده علشان وشها ما ينشفش. وهاخد اول واحدة انا قطعتها تكون ارتاحت شوية، وهبدأ بقى افردها معاكم. ممكن تفرديها بايدك كده، ممكن تفرديها بالنشابة. انا هفردها بالنشابة فردة بسيطة خالص قد رغيف العيش الصغير كده. بعد ما فردتها بالشكل ده هبدأ بقى الفها رول. شايفين بلفها رول كده، وقبل ما اوصل للاخر باخد الاطراف دي واتنيها لجوه كده علشان يبقى متساوي معايا. بعد كده باخد العجينة واقفلها، اضغط عليها كده علشان تقفل معايا، وبديها برمة بسيطة كده علشان اظبط بقى معايا العجينة كده. طبعا مش عايزة العجينة تكون تخينة قوي علشان لسه حجمها يتضاعف معايا، يعني اعملوها كده نص رغيف العيش الفينو وهي لسه هتخمر ويتضاعف حجمها. هاخد واحدة تانية برضو وافردها بالشكل ده، وطبعا اللي بفردها بحطها على الصاج اللي انا بسوي فيه على طول، علشان طبعا بعد ما بتخمر ما ينفعش تشيليها من مكانها خالص، فحطيها في الصينية اللي انت هتسوي فيها. لفيت العجينة رول كده، وقبل ما اوصل للاخر بروح واخدة الاطراف بتاعتها دخلها لجوه واضغط عليها كده. الحرف اللي انتوا شايفينه ده هو اللي بيبقى في الصينية من تحت، الحرف اللي انا مقفلة بيه ده بيبقى في ارضية الصينية من تحت علشان لما تخمر ما تفتحش معانا. خلصت بقى كل الكمية اللي عندي بالشكل ده، سيبها تخمر معايا. انا عملت الصاج ده وكمان الصينية اللي انتوا شايفينها دي كده، ده كله من نص كيلو دقيق بس. هسيبه حوالي ساعة يخمر او على حسب ما يتضاعف حجمه كده وتلاقيه بقد رغيف العيش الفينو الطبيعي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هاخده بقى ودخله الفرن على درجة حرارة 200. بدخله على درجة حرارة عالية، بولع من تحت بس، واول ما ياخد لون من تحت بروح مولعة الشواية علشان ياخد لون من فوق. ما بياخدش وقت خالص في الفرن، حوالي 10 دقايق بالكتير قوي. وطبعا مش بدهن الوش اي حاجة، بدخله زي ما هو كده. لو حابين تدهنوا الوش ممكن شوية مية بسكر وتدهني الوش بس كده، بس الصراحة من غير دهان بيطلع لونه تحفة كده زي ما انتوا شايفين. اول ما يطلع بقى من الفرن على طول وهو سخن كده بروح مغطية وشه علشان يفضل طري معايا، لانه اول ما يطلع كده بيبقى وشه ناشف شوية، فلازم تغطيه فوطة نظيفة كده وتسيبيه لحد ما يبرد معاكي تماما. وهنا بقى العيش الفينو بتاعنا طالع تحفة بجد، طري وهش كده، وبجد طعمه حلو جدا هيعجبكم. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني بفيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.